السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو عن تأهل المغرب إلى دور ال 32. المغرب بتتجاوز دور المجموعات للمرة الثالثة في تاريخها، المرة الثالثة في تاريخها. في ناس ما وصلتش كأس العالم أصلا 3 مرات، لكن المغرب بتتجاوز دور المجموعات لثالث مرة في تاريخها. وصل لك الفيديو يا باشا، فلازم نقول لك اللايك والسبسكرايب والشير بدل شفت الفيديو وبتتابع معانا كل تحليلات كأس العالم، فلازم تعمل السبسكرايب عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله في الفيديوهات اللي بنغطي بيها كأس العالم وتحديدا المنتخبات العربية اهلنا وحبايبنا. فيلا بينا نبتدي بالكلام عن تأهل المغرب الى الدور الثاني بتجاوز عقبة هايتي. ايوه، عقبة هايتي كانت 4-2، عقبة كانت مفاجأة. وهنا انا عايز اقول حاجة، انا مش عارف ليه المنتخب المغربي حط شوية شطة في المباراة. منتخب هايتي كان في المتناول جدا، وهم صراحة الناس عملوا زي ما بنقول كده حلاوة روح، لعبوا على قد الامكانيات. اتفاجئنا بان هم بصراحة يعني الهدف الاول الواد عاملها بكعبه، والهدف الثاني تسديدة من بره ال 18 خطيرة، الكل كانت جميلة. حتى في مشجع مغربي باين من رد فعله في المدرج ان الهدف فعلا كان حلو وعجبه. لكن المنتخب المغربي في المباراة دي قدر يقلب النتيجة، وانا عملت فيديو بين الشوطين على التيك توك، ارجع واعمل فولو على التيك توك عشان برضو تشوف ردود الافعال على الاهداف. عملت فيديو قلت ان المنتخب المغربي سيتجاوز هايتي 100% ويحقق الفوز والسبع نقاط الكاملة. ليه بقول كاملة؟ لان ده نفس انجاز 2022، لكن في 2022 السبع نقاط كانوا كافيين لتصدر المجموعة. صحيح البرازيل متصدر برضو مع 7 نقاط، ولكن 7 نقاط المرة دي غير المرة الثانية. لكن هنا عايز اقول حاجة مهمة جدا لازم الناس تعرفها. الناس كتير انتقدت المنتخب المغربي وبتقارب ما بين محمد وهبي ووليد الرجراجي ما بين نسخة 22 ونسخة 24 26. تعالوا نتكلم في الموضوع ده. بص يا سيدي، طبعا لايك والسبسكرايب عشان نخش في النقطة المهمة دي، وهي لازم في الاول تفهم حاجة مهمة جدا. المنتخب المغربي غايب منه كام لاعب عن تشكيل 22؟ عندك يوسف النصيري، حكيم زياش، يا نهار ابيض حكيم زياش، ويوسف النصيري الهداف الرهيب، وسفيان بوفال، ورومان سايس ده اعتزل، وجواد اليميق، وامين حارث، بدر بنون، زكريا ابو خلال. كل دول اللعيبه الاساسيه اللي كانت موجوده في 2022 ومش موجوده في 26. بنتكلم على الاقل 4 لعيبه من التشكيله الاساسيه، ومع ذلك القوام الاساسي ما زال محفوظ. ومع ذلك بنلاقي ان لعيبه جديده دخلت التشكيله الاساسيه لمنتخب المغرب. شفنا ايوب بوعدي يا باشا، انت شفت فرق ايوب بوعدي وتاثير غيابه على منتخب المغرب. شفت ازاي لما لعب، وامبارح في ماتش هايتي لما ما لعبش، امبارح بقى طبعا الصبح عندك بقى او النهارده ايا كان توقيتك، خلينا نقول المباراه الماضيه قدام هايتي. شفت الفارق اللي عمله غياب ايوب بوعدي، لاعب 18 سنه. 18 سنه، مش بس كده، عندك اللي سجل هدف اللعيب جاسم اللي سجل الهدف الرابع لمنتخب المغرب 20 سنه. هو ده الكلام. كابتن المنتخب المغربي اشرف حكيمي 27 سنه. 27 سنه، كل المنتخب المغربي في سن الشباب. وما تنساش يا حبيبي ان محمد وهبي اصلا كان المدير الفني لمنتخب الشباب المغربي، بطل العالم. ايوه بطل العالم، انت سمعتها صح، لو ما كنتش عارف اديني بعرفك. بطل العالم المنتخب المغربي. فالمنتخب المغربي عنده احلال وتجديد وفي سيستم. هو ده المهم، هو ده اللي اليابان عملته برضو. انت بتحط سيستم، دورك تحط السيستم، والمواهب موجوده والمواهب هتيجي، والمغرب ولاده وغنيه. وده نفس الكلام برضه عشان ما نقولش اليابان، لا السنغال عملت كده لما برونو ميتسو الله يرحمه توجه الى المحترفين والناس اللي بتلعب اللي معاهم الجنسيه السنغاليه خارج البلاد، وقدر يجيبهم وعمل بيهم منتخب قوي. لحد النهارده السنغال ماشيه في السيستم ده، بتوصل كاس عالم، بقت منافسين، اسمها اتحط على القاره. فالمغرب باذن الله، بس مش تحط اسمها على القاره، في العالم، على مستوى العالم. انجاز المغرب مهم جدا جدا. تعال بقى نقارن ال7 نقاط بتوع الكاس العالم اللي فات باللي حصلوا النهارده. ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب والشير الجميل. وتعال اقول لك الفارق. اول مباراه بالمناسبه نفس الترتيب بتاع المباريات. المباراه الاولى السنه دي المغرب تعادلت مع البرازيل، اقوى فريق المصنف الاول في المجموعه، 1-1. حصل المره اللي فاتت تعادلت مع كرواتيا برضو في اول مباراه، بس كرواتيا ساعتها كانت وصيف العالم، يعني كانت مباراه اتقل. وصيف العالم، نفتكر خسرت نهائي فرنسا 2018. بعد كده في كاس العالم الماضي فازت على بلجيكا، والسنه دي برضو فازت على اسكتلندا. وبعد كده في المباراه الاخيره فازت على كندا. كنت حاضرها من الملعب، هحط لك صوره، كنت حاضر المباراه دي في الملعب في قطر، كان ملعب الثمامه، الملعب اللي شبه الطاقيه. والسنه دي برضو فازت على هايتي في المباراه الاخيره 4-2. فالمنتخب المغربي محافظ على مستوى 7 نقاط
حصل بقى تصدرت ما تصدرتش ما يهمناش، لكن الفارق ايه؟ تعال اقول لك بقى الفارق ايه. الفارق يا معلم المجموعه الثالثه. مجموعه المغرب هي الثالثه ولا الثانيه؟ ما علينا مش هنختلف. المجموعه بتاعت المغرب يا سيدي سميها، المجموعه دي ما كانش هيفرق ابدا تتصدر ولا تطلع تاني، ما كانش هيفرق بتاتا بتاتا. ليه بقى الكلام ده؟ تعال اقول لك. المنتخب او المجموعه بتاعت المغرب الاول اللي هو البرازيل هيلاعب مين؟ هيلاعب اليابان. تاني المجموعه اظن الخامسه او السادسه، برضو مش تفرق الارقام، خلينا نقول مجموعه هولندا اليابان السويد تونس. هتلاعب اليابان، والمغرب هتلاعب هولندا. انا شايف يابان هولندا الاتنين واحد. الاتنين واحد مستوى. هتقول لي ده اوروبي وده اسيوي. اليابان فريق متطور جدا، ولسه من دقيقتين في الفيديو قايل لك اليابان فريق متطور جدا، وعندهم سيستم محطوط من سنين. لا مؤاخذه التليفون وقع. محطوط سيستم من سنين ماشيين عليه والامور تمام جدا. هولندا ما هياش هولندا اللي كانت من 16 سنه لعبت نهائي كاس عالم، ولا هولندا اللي من 12 سنه لعبت سيمي فاينل كاس عالم حقق المركز الثالث، ولكن هولندا منتخب متوسط. لا المغرب اعلى منها. فانا شايف سواء المغرب سواء هولندا سواء اليابان، الاتنين واحد. طلعت اول طلعت تاني، انا شايف الفرقتين في نفس المستوى. ولكن حاجتين بقى في منافسه منتخب هولندا لازم تعرفهم قبل ما تخش على مباراه هولندا في دور 32 في دور 32 باذن الله وتتجاوزها، وهي حاجتين. الحاجه الاولى ان المنتخب الهولندي عنده مين الماتش بتاع النهارده الفجر او بكره الفجر زي ما يكون؟ تونس. فدي بروفا حيه لمباراه المغرب، بروفا حيه. طبعا المغرب بمباراه تونس مستواها زي الزفت في كاس العالم ده، ربنا يعين الشوالي عليها. فبالتالي مستواها اللي هولندا هتقدر انها تتخطاها وتحافظ على صداره المجموعه، وده اعداد ممتاز لمباراه المغرب، لان تونس والمغرب نفس الاداء. هتقول لي يا عم مش جاب نفس الدماغ. احنا شمال افريقيا، اديك شفت البرازيل لما حبت تستعد المغرب لعبت مصر، وهكذا وهكذا. مفيش حد اسلوب لعبه قريب للمغرب قد دول شمال افريقيا عموما، مصر الجزائر تونس المغرب كلنا زي بعض. فبالتالي اعداد ممتاز انك تلاعب تونس، بعد كده بعدها تترقى في المستوى وتلاعب المغرب. فده اعداد مثالي الصدفه حكمت بيه لمباراه هولندا هولندا والمغرب. الحاجه الثانيه، انا رحت هولندا قبل كده، الجاليه المغربيه في هولندا مرعبه. مرعبه لدرجه ان في لعيبه من هولندا اصلا من اصول مغربيه. واتفق معاه ولا لا؟ يعني الناس اللي لو في حبايبنا من المغرب بيقولوا لنا اللي اكدوا لنا الموضوع ده، الجاليه المغربيه كبيره جدا. فده هيخلي فيه اجواء تنافسيه كرويه تعصبيه مزاجيه، قول زي ما انت عايز في هذه المباراه، لان هولندا مليانه جاليه من المغرب. فبالتالي موقف زي ده زي بالظبط ماتشات مثلا فرنسا والجزائر، زي ماتشات مثلا الحاجات اللي بتبقى زي كده، يعني بيبقى فيه الجاليه كبيره، فالموضوع بيفرق كتير جدا. لكن المغرب قدها قدود، وباذن الله الجيل المغربي الحالي قادر يكرر انجاز 2022 ويوصل نصف نهائي كاس العالم يا رب، ومصر كمان معاهم. لكن احنا بنتكلم عن المنتخب المغربي النهارده اللي فعلا اداؤه ثابت في طوال المونديال من 2022، وشفنا انجازاته خلال الاربع سنين اللي فاتوا دول على كافه الاصعده، في كافه المراحل السنيه، في كافه افرع كره القدم سواء شاطئيه او عاديه، ستات رجاله، قول زي ما انت عايز. هذا كل ما لدي. مستني اسمع رايكم في التعليقات. ما تنساش ما دام وصلت المرحله دي اقول لك شكرا. ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب والشير والكلام الجميل ده. شكرا، ونشوفكم في فيديو جديد باذن الله. سلام.